كام؟ العلبة متوسط يعني، يبقى انت بتتكلم في 50 مليار. سمعنا هتدك نص جنيه لصالح وزارة الصحة من هذا المبلغ. شوف هيعملها ازاي. لو خدنا بس جزء من كارت المحمول 50 قرش مثلا على كل كارت محمول ابو 10 جنيه مثلا، ده ممكن يجيب لك مليار جنيه شهريا. يبقى توجيه رؤوس الاموال الخيريه، وان الدوله تاخذ جزء من الحاجات التجاريه اللي شغاله فيها. فالافكار كثيره، انما احنا عايزين سياسه حقيقيه ويكون في اراده حقيقيه للاصلاح. ثالثا، احنا بقى في حزب النور لنا رؤيه كمان سياسيه ان شاء الله نطرحها. اعضاء هيئه التدريس في الجامعات المصريه اللي هو زي حالتنا كده بس يكون شغال في مستشفى، ده بعد ما بياخد استاذ ممكن يجي المستشفى يوم واحد في الشهر، يبقى نشاطه يوم واحد او اثنين على الاكثر، ما بيعديش مره واحده في الاسبوع. بقى الكادر الجامعي بقى فيه ناس مستواه عالي جدا لانه بيشوف مرضى كتير والطلبه بتتعلم من اساسها. طيب الناس الدكاتره الممارسين اللي هم في المستشفيات العامه دول بيتعلموا منين؟ بيتعلموا من بعض. وبنشوف مقال وبنشوف مخازن جاهل ويتعلم من الجاهل. واحنا عارفين القصه مش نظري بس، قصه عمل. اللي في الجامعه او بيتعلم تحت الايد الاساس، انما اللي في الممارس العام حتى لو راح المستشفى الجامعي يتعلم يبقى يعني شكله كده مش مظبوط. فاحنا بنقول بقى رؤيتنا ان اساتذه الجامعات يبقى لهم يوم واحد في الشهر في المستشفى الريفي او المستشفى المركزي، ويلم شباب الاطباء الصغيرين يعلمهم. ده امر مهم جدا. مش يبقى مستشفى مركز السنبلاويه ضايعه والمستشفى بتاع جامعه المنصوره في السماء، لا احنا عايزين الامور تتساوى شويه. ويجي فعله بدل استثنائي، انما قعدته وسط الدكاتره لها ثمن كبير، لها ثمن عشان نقلل المشاكل اللي احنا بنشوفها. دي رؤيه واحنا ان شاء الله سوف ندفع في هذا المجال. ثانيا برضه طالما دخلنا في المجال الصحي نتكلم عن السياسه الدوائيه في مصر. من المعلوم ان مصر اول دوله عربيه انتجت دواء مصر سنه 99، وكنا بننتج في الخارج حوالي 80 او 90% مما نستهلكه. الامر الذي يتناقض دلوقتي بنستهلك حوالي 80% مما نستهلكه. بل بالعكس ان معظم الادويه الاجنبيه الجديده خاضعه لاتفاقيه اسمها اتفاقيه الجاب. يعني انت ما تقدرش تصنعها في بلدك. ليه ما تقدرش تصنعها؟ لان انت ما اخترعتهاش. اللي اخترعها له حق ان هو يحتاجها 25 سنه. طيب احنا عندنا مشاكل صحيه فظيعه. عندنا اعلى نسبه التهاب كامل الفيروس سي، وعندنا نسبة عالية جدا في أعلى دولة عربية في الفشل الكلوي، وعندنا مشاكل في الأورام. في ال10 سنين الأخيرة بيموت من الريف بس كل سنة 300,000 واحد بأورام الكبد.